نورة شيطانة الفيوم يا سادة. بداية حكايتها لما كان عندها 14 سنة، وهي وأبوها. أبوها طبعا أمها توفت، فطبعا لما أمها توفت وكان في أولاد تاني، دق الحال بأبوها في الفيوم، ملقيش شغل يعملها. كان له أخته متجوزة في الدويقة في القاهرة، رن عليها: يا أختي الأمر كذا كذا والحال ضايق معايا هنا خالص، أجيلك؟ بالفعل قالت له يا مرحبا. راح هناك في الدويقة وخد بنته معاه وساب أولاده هنا في الفيوم بعد مرته ما ماتت. كانت بقى بداية مشوار نورة والشيطنة بتاعتها. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها. أحداث هذه الحلقة جرت لما نورة بنت عندها 14 سنة وأمها توفت، وأبوها ملقيش شغل في الفيوم كما ذكرنا في المقدمة. له أخت متجوزة في الدويقة بالقاهرة من زمان. يا أختي أنا هسيب ولاد الصبيان وهجيب البنت الصغيرة بس فيهم نورة، وشوفوا لنا أي شغلية عندك في الدويقة، مصر شغلها كتير. قالت له يا مرحبا تعالى. بالفعل خد بنته ولما هدوم بنته ومش الدويقة لأخته هناك. راح حبيبه ويوم واثنين وثلاثة عندها ابن. أخته عندها ابن عنده 20 سنة. قالت له بقول لك ما تقدر نخلي زيتنا بدقيقنا ونلم الشم. نورة بدأت تتربعن وكبرت هي ما شاء الله وتنضج، وكده نجوزها لمين؟ نجوزها لابني. قال لها ماشي، واللي تقدر عليه تجيبه واللي ما تقدرش احنا هنجيب له شقة جارنا هايدي ونجوزه. بالفعل على ما البنت كبر شوية بقى عندها 15 سنة جوزوها الولد وعلى 24 قيراط. الولد اللي اتجوزها ابن عمتها طبيعة عمله بيروح ويجي آخر الليل. هنا طبعا جاب تليفون حديث فيه وقت فراغ. طب هتملاه بقى الوقت الفراغ؟ هو ربنا كرمها منه ببنت واحدة، عيلة طفلة، بس اللي ربنا كرمها منه بطفلة واحدة. يبقى القصة دي لما اللي حصل بقى حصل دي يا ولاد. بدأت نورة تلعب في التليفون عشان تسد فراغ. مرة من مرات بتلعب في التليفون وبتتصفح الفيس، اتعرفت على واحد: انت منين؟ انت كذا، وانا من القاهرة وانا من الدويقة. حبوا بعض، بدأوا يبعتوا رسائل لبعض حب وغرام. يبقى قال لي هجيلك، فقالت تعالى للشقة. راح هناك دخلوا في علاقة محرمة، مش لمرة ولا اتنين ولا تلاتة، ده قرابة العام، سنة سليمة، سنة سليمة. يبقى في مرة ومرات أثناء هذه العلاقة والعياذ بالله المحرمة اتضح، بصت لقيته حاطط التليفون على التسريحة، شافته وبيصور فيها. قالت له انت بتعمل ايه؟ انت اتجنيت؟ قال لها لا، ده عشان لما اكون قاعد كده وقت الفراغ بتاعي وحدية اشغل فيديو واتبسط واتمزج بيه. قالت له كان كده؟ معلش، ده انا حبيتك حب جنون وانا عارفاك انك مش هتخوني. قال لها طب وده كلام برضه وانا اقدر اخونك؟ هنا طبعا اللي حصل بقى، كان فيه يوم من الايام عمتها وولادها وابوها وولاد عمتها جايين يزوروها. رنت: يا نورة احنا جايين نزورك، جهز الغدا. نورة نزلت السوق وراحت تجهز الغدا، وهي طالعة على السلم رن عليها عشية. قال لها بقول لك انا جوازك طلع. قالت له مشي. قال لها طب انا جايلك دلوقتي. قالت له خليك، ده عمتي وعيالها وجوزها وابويا جايين يتغدوا معاها كلهم. قال لها ده انا باخد وقت مطربن والموضوع عالي عن دماغي، انا عايز الموضوع ده دلوقتي، العلاقة دي دلوقتي. كل يوم قلت لها هتشتغليني انا كده هبعت الصور لجوزك. قالت له وصلت لدرجة كده؟ انت هتبيعني في اقرب معدية؟ قال لا هو كده. قفلوا مع بعض التليفون. يبقى بدأت هي تدبر له يوم واثنين وثلاثة بعد ما عدت موضوع العزومة وجت رن عليه تعال. دخل معاها في علاقة محرمة مرة واثنين وثلاثة لحد ما انه جسمه ارتخى وبطل خالص. قال لي انا تعبت ومش قادر اقاوم. وكلته البسبوسة وكلته الأمة. وفي أثناء العلاقة لثالث مرة استلت سكين كانت مخبيها تحت المخدة وطعنته كذا طعنة نافذة ماضية في السطر ما أدت إلى موته في الحال. وبدأت تشيله وتحطته في الدولاب. جه جوزها آخر الليل زي ما بيجي، جهزت له لقمة وشاهته شاي وكل وشرب وقعد يخش أوضة النوم. قالت له خليك ده أوضة النوم مطرب وأنا بظبط فيها. خال عليها الكلام والصبح مشيت شغل. طبعا كده عدى 24 ساعة بقى على الجثة. بدأت الجثة جسم يسيب ويهيبس. شدت الجثة بتاع عشيقة في الحمام وبكرت بطنه، فتحت بطنه وبدأت تقطع في لحمه وتعالت ما سلكتش في العظم، بحيث انها كل حتة
ترميها في كيس معين في مكان في زبالة، ظنا منها ان ده هيخفى عن هيخفى عن الجريمة بتاعتها، وهيخفي الجريمة بتاعتها عن الشرطة والكلام ده كله، وهتنفذ بجريمتها. لما هنا طبعا ما عرفتش كما ذكرنا، طبعا ما سلكتش في موضوع تقطع العظم. قالت ده كده هيبقى اشكال كبير، وهقطع العظم ازاي وهشيله في ده كده ممكن الريحة تبدأ تفج عليا. لها اخ رنت عليه في الفيوم، يا اخويا تعالى لي، خير يا اختي. قالت له حصل كذا كذا كذا، وانا وقعت في الخطيئة والحرام، بس عشيقي خانني وكان عايز يبعت الصور لجوزه ويفضحني على الملأ، فانا موته وبقطع فيه، تعالى خلصني من الكرسة دي. قال هاو. بعد ما كملش حاجة لقيت الشرطة فوق دماغ منها، قالوا لها ده اخوك يبلغ. تاريت اخوها، هي ظن منها انه ساعتها هو اللي بلغ عنها. جت الشرطة وخدت الجثة وودتها المستشفى، طبعا في ثلاجة حفظ الموتى، العرض على النيابة العامة والصفة التشريحية والكلام ده كله، وجابوها في المباحث وحولوها على النيابة. عملت ده كده يا بنت؟ قالت لهم والله ده حصل كيت وكيت وكيت، وهو انا كنت ممتعاهم مش منقصاه حاجة خالص، ومعتبراه احسن من جوزي وبصرف عليه كمان. قد انا هفضحك. يبقى جبته، عملت له علاقة معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما خدلت جسمه عشان ما يقاومنيش، وموته وذبحته، وكنت ناوي اقطعه وارميه في كل حتة، بس اخويا الله بقى يجازيه خير ما ساعدنيش. خدت 4 في 15 في 45 لحد ما تحول اوراقها المفتي واتعدمت. دي قصة نورة شيطانة الفيوم يا سادة. لما بنحكي الدروس بقى المستفادة من القصة دي، إن النهاردة اللي يتجوز مرة، الحارس ربنا أول حاجة، الحارس ربنا يا ولاد. بس احنا قلنا التليفون ده مشكلة العصر، لأن الواحدة بقى عندها وقت فراغ، بتتسلى، بتلعب، بتعمل، تبص تلقى الشيطان دخل بينهم. على ما هو العشيق دي اللي سهرة معاها هيكلمها كلام أحسن من كلام جوزها. جوزها مش فاضي، هقول ده انت فلتة، ده انت خرطة، وانت خسارة في جوزك والكلام ده كليته. تبص تلاقيها نايم دماغها ولانت، كان مثل هي برضه تقوله كده، تدخل في المحرمات، وده احنا شايفين اللي حصل. فاحنا بننوه، احترسوا من التليفونات دي، احترسوا وخلي فيه رقيب وحسيب بين الأزواج، لأن كده بتحصل جرائم كتيرة وفظيعة. كل عام وأنتم بخير، دمتم في أمان الله.